من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد سعدي عن توصله إلى اتفاق ودي لفك العقد مع الناخب الوطني جمال بلماضي. وكتب سعدي في منشور على حسابه في منصة إكس: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. كما وجه سادي شكره للمدرب جمال بلماضي على ما قدمه رفقة المنتخب الجزائري، متمنيا له حظا موفقا في بقية مشوارها.